بص يا معلم، النهارده انا جاي اكلمك عن ده. دي سماعات ايرفونز من شركة لينوفو. انا ما كنتش اعرف اصلا ان شركة لينوفو بتعمل اي حاجة. دي اسمها ثينك بلس. ثينك بلس سماعات كده لسه طالعة جديدة من شركة لينوفو. بس قبل ما اكلمك عن موضوع السماعات ده، تعالى احكي لك حكايتها و... ووصلتني ازاي. الاب اللي على التليفون دلوقتي ده اسمه تيمو. تيمو ده عامل زي الابس اللي هي مشهوره دلوقتي، اسمها شين وعلي بابا وحاجات كتير كده، كلها حاجات من الصين يعني. فعشان الاب ده لسه جديد وعايزين يشهروا نفسهم ويعرفوا نفسهم، فقالوا لي ان ممكن، عشان انا كاستمر جديد على الاب. طبعا حملت الاب، ما قدرتش يعني I couldn't resist اني ما احملش الاب. فقالوا لي ان انا عشان كاستمر جديد ممكن يدوني السماعات اللينوفو دي الجديده اللي هي لسه نازله، اسمها ثينك بلس، بجنيه و63 قرش لو عملت معاهم اوردر ب 15 جنيه. فانا اشتريت من عندهم 3 تيشيرتات ب 15 جنيه، واخدت السماعه دي. وهي دي حكايه الايرفونز دي اللي جات لي من لينوفو بجنيه و63 قرش. فانا شخصيا ما بحبش اتكلم عن حد، ماشي، وما بحبش النميمه. انتوا عارفين النميمه حرام. فهنبدا ننم النهارده بقى ونتكلم عن بلد زي الصين، اللي هم بيعملوا لك السماعات والحاجات دي، وبيعملوا لك حاجات. يعني انا مش عارف اقول لك هم بيعملوا ايه، ولكن انا متاكد ان انت في دماغك دلوقتي متخيل معايا ان تقريبا كل حاجه انت بتستخدمها في يومك من اول ما بتصحى لحد ما تنام، حتى وانت نايم، جايه من الصين. هتقول لي ايه وانا نايم؟ دي هقول لك ما اعرفش، بس اي حاجه بتعملها وانت نايم هي جايه من الصين. وخلال يومك كله من ساعه ما بتصحى لحد ما بتنام، كل الحاجات دي ممكن تلاقيها موجوده ومتوفره، ويعني بكثره لا غير طبيعيه في الصين. فيلا بينا ننم عن الصين. فهننم على الصين ولا هننم على السماعه دي؟ تعالوا الاول اقول لكم على السماعه دي. بص يا سيدي، السماعه شكلها حلو جدا، هي بس كل الموضوع ان هي مش زي بتاعه الايفون. السماعات بتاعه الايفون الايربودز دي ممكن تحطها على الوايرلس تشارجر فبتشحن لوحدها. دي الشاحن بتاعها تحت هنا، دي اول حاجه، فما بتشحنش وايرلس، هي بيتوصل لها سلك. انما بقى السماعه نفسها انت لما بتفتحها آه، شكلها حلو. يعني هي حرفيا شكلها حلو جدا. وبعدين لما بتطلع السماعة بتبدأ تنور النور ده الأزرق ده، معناها إن هي لما بيثبت بقى كده ويقعد بص تحس إن هو عامل زي إيه النور بتاع الكريسماس هنا في إنجلترا لما بيعلقوه، بيقعد إيه أو عامل زي النور بتاع العربية الأودي لما بتدي إشارة داخل يمين أو شمال، تحس إن النور كده بيطلع في خط كده. فدي تحس ان النور بتاعها كده ايه بينزل من فوق لتحت وعامل، او من تحت لفوق وبيعمل حوارات كده، تحس ان النور شكله حلو يعني ظريف. فتخيل وانت حاططها في ودانك كده وودانك عماله تحس انك لابس حلق ما علينا. المهم، النقطة اللي فوق دي في السماعة دي تاتش. تلمسها مرة توقف، أو الأغنية اللي بتسمعها أو الحاجة اللي بتسمعها. ولو في مكالمة جات لك تدوس عليها ترد. حتة النقطة الصغنطوطة اللي فوق المعفنة الصغننة دي، لا مؤاخذة يعني، دي تاتش. أنت متخيل؟ فالصين وصل بيها من الموضوع ان هم بقوا بيعملوا حاجات غريبه. هو كل المطلوب ان شركه لينوفو تقول لهم على الديزاين اللي هم عايزينه، وهم هيعملوا لك اي حاجه. السماعات بتشحن ومده شحنها حلو. يعني هي السماعات دي لسه جايه لي امبارح بالليل، انا لا شحنتها ولا اي حاجه، ولكن بستخدمها من الصبح لحد دلوقتي وما زالت شغاله. فهي تقريبا بتاخد حوالي ساعه، ساعه وشويه، ساعه وربع كده على ما تشحن كومبليتلي. وبعدين بتحطها في ودانك بقى وتبدا تستخدمها. بتقعد معاك تقريبا 6 ساعات، يعني على الاقل، لان هي شغاله معايا لحد دلوقتي. فواضح ان التشارج بتاعها حلو جدا يعني. الكونكشن بتاعها حلو جدا على التليفون، يعني حتى سبتها وبتبعد عن التليفون شغاله ولقطه معاك. فبصراحه انا اتبسطت
بالموضوع ده. وهحاول ادور عليها واشوف هي سعرها الاصلي كام. طبعا انا زي ما قلت لك جايه لي بهبل يعني، بجنيه وشويه. ده مش مقلل من قيمه السماعه خالص، بل بالعكس السماعه قيمتها حلوه. بس من هنا بقى الفكره بالنسبه لي انا يعني، هي مش السماعه وبس. انا بقى عندي سماعات كتير، مش عارف ليه انا بستخدم سماعات كتير جدا، وطول النهار وانا بره عمال التليفون شغال 24 ساعه، فدايما محتاج سماعات. اديني اي سماعات بشغلها. يعني انا ماشي بسماعات طول النهار وايديا مش فاضيه ان انا احط التليفون على ودني. بس الفكره مش في السماعه ومش في الكلام ده كله، هي الفكره في النميمه بقى اللي هنعملها دلوقتي معايا. الصين هم ازاي بيعملوا الحاجات دي كلها، وازاي مغرقين العالم بمنتجاتهم اللي احنا يعني ما نقدرش نستغنى عنها حرفيا. خلينا نكون صراحه مع بعض، هي نميمه بس برضه نقول الحق يعني، عشان يعني نعدل ما بين المواضيع. احنا ما نقدرش نستغنى عنها. يعني المنتجات دي حرفيا معانا كل يوم في كل حاجه. فالكواليتي اللي بتتعمل في الصين هي انواع كتير. كل حاجه بيعملوها بيتعمل منها كواليتي كتير. في حاجات الجوده بتاعتها ضايعه خالص، ودي زي الحاجات اللي بيبعتوها بقى يعني لدول تعبانه اصلا. وبعدين في الحاجات اللي هي الميديم شويه، دي بيبعتوها لدول حالتها كويسه شويه. وفي الحاجات اللي الكواليتي بتاعتها حلوه، يعني هي اتعملت في الصين وكل حاجه، بس الكواليتي حلوه من اعلى انواع الكواليتي، ودي اللي بتتباعت تقريبا كده يعني عشان نعمم الموضوع. بس هي بتتباعت لكل دول اوروبا. فهتلاقي ان الكواليتي اللي بتوصل عندنا هنا لما اطلب حاجه من الصين توصل هنا في انجلترا بتبقى غير الكواليتي اللي حد تاني في مصر مثلا طلبها. يعني نفس الحاجه ممكن لو طلبتها عشان تجي لك مصر تبقى الكواليتي اقل شويه. ليه الصين بتعمل كده؟ انا مش عارف، بس هم يستاهلوا النميمه اللي احنا بنعملهم عليها يعني على الصين دلوقتي، عشان ما يعملوش كده تاني. المفروض ان الكواليتي كلها تبقى حاجه واحده، وهي كلها منتجات صينيه في الاول وفي الاخر يعني. ولكن اهم حاجه انا حاببها في الموضوع ده هي ان الصين دايما دوله منتجه، عماله تنتج. يعني انت كده كل يوم، مش كل يوم، كل ساعه بص كده على الصين هتلاقي فيه كميه منتجات حصلت في البلد. كل ساعه في انتاج حصل. الانتاج ده هم عايزين يطلعوه، فبيطلعوه عن طريق الانترنت والشوبينج والاونلاين ماركتنج والحاجات دي كلها. فمنتج زي كده الصين مطلعين منه كميات كبيره عايزين يبيعوها، فلازم تخش اونلاين تحمل الاب، يطلع لك العرض او الاوفر ده، تخش تشتريه وسلام عليكم على كده، والصين شغاله وانت مبسوط، وانا قاعد اعمل لكم فيديوهات وانتم ما بتتفرجوش اصلا عليها. بس عادي يعني، بص كلنا شغالين، هي عجله ولفه. فلو عجبتك اللفه، لو عجبتك الدايره، ممكن تنزل تبص على بقيه الفيديوهات بتاعتي، هتستفاد منها حاجات حلوه. وان شاء الله في فيديوهات جايه احسن واحسن كمان هتكون عن التكنولوجيا والبهدله وعصر الاي اي اللي احنا داخلين فيه، اللي ما يعلم به الا ربنا. وهبدا معاكم المواضيع دي كلها من اولها، عشان بس نبقى طالعين السلم مع بعض من الاول لحد ما نقع كلنا من فوق السلم وربنا يستر. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.